السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشوفوا لا فيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بسبوسه. كيف كتلاحظوا كتجي معلكه، كتجي المذاق ديالها رائع. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم بزاف، غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. والمقادير ديالها راها بسيطه وكنظن انها متوفره، ما فيهاش مقادير اللي معقده. حتى الطريقه ديال التحضير ديالها المكونات ديال هاد البسبوسه هذه. غادي نحتاجو كبيصه الملح باش كنعدلو الذوق ضروري. عندي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السنيده يعني حتى لهنايا. عندي كاس ونص ديال السميده باش كنديروا الحرشه والبغرير البسبوسه. 3 الحبات ديال البيض، واحد ياغورت بنكهه ديال الفاني. عندي ساشي ديال الفاني، جوج ديال لي ساشي ديال الكاكاو المر، وعندي جوج ديال لي ساشي ديال الخميره ديال الحلويات. صافي ندوزو على بركه الله للطريقه ديال التحضير. غادي ناخذ الكاس ديال المولينيك، غادي نوضع 3 الحبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. من بعد غادي نضيف له داك كاس الا ربع ديال السكر، وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف كاس الا ربع ديال الزيت نباتيه، وغادي نضيف ياغورت بالنكهه ديال الفاني، وغادي نضيف لهم كذلك زوج لي شاشي ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف كذلك السكر بالنكهه ديال الفاني. صافي وغادي نخلط العناصر مزيان. غادي نضيف هنايا الساشي ديال الفانيلا، وغادي نخلط الخليط مزيان الخلاط الكهربائي. صافي من بعد ما كيتخلط الخليط بهذا الشكل هذا غادي نفرغو في شي بول ولا شي اناء هكا اللي نخلطو فيه. هنا غادي نضيف كاس ونص ديال السميده، وغادي نضيف معاهم جوج ديال لي ساشي ديال الخميره الحلويات. صافي وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. الخليط غيجيكم خفيف عادي، ما تخافوش منه، يعني هكا خصو يجي القوام ديالها خفيف شي شويه كيف كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. صافي هنا خديت مول دهنته بالزبده ورشيته بالسميده، وغادي نفرغ الخليط. في هذه الاثناء الفران راه شاعل على 180 درجه. هنا عندي نص كاس ديال الحليب بارد، درت له معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، وغادي نسقي بها هاد البسبوسه وهي سخونه كيف يلا خرجتها من الفران. صافي وغنخليوها على جنب وندوزو نحضروا الكاناج. هنا عندي كاس كبير ديال الحليب، وضعت معاه معلقه كبيره ديال الكاكاو الحلو اللي كنديروا مع الشكلاط، وغادي نردو فوق البوطه حتى كيسخن الحليب مزيان. عاد غادي نضيف له الشكلاط مربعات، غادي نضيف 8 ولا حتى 10. انا هنا وضعت 10 ديال المربعات. صافي من بعد ما كيسخن الحليب على هذا الشكل هذا غادي نضيف له دابا الشكلاط، وغادي نحرك مزيان صافي حتى كيدوب لنا داك الشكلاط. صافي كنفرغ داك الخليط ديال الشوكولا فوق من البسبوسه، وغادي نخليها حتى تتبرد وكتشربوا مزيان. راها كتجي معلكه من الداخل بهذا الصوص هذه. صافي كنحاول نوزعها بالتساوي على البسبوسه على هذا الشكل هذا. صافي وكتزينوها باش ما بغيتو ولا كتخليوها غير هكاك. انا هنا غادي نزينها باللوز ايفيلي، حمرته شي شويه وغادي نزينها به على هذا الشكل هذا. صافي
الفيديو ديالنا وصلت النهايه ديالها. نتمنى البسبوسه اللي حضرت معكم اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. كيف كتلاحظوا المقادير ديالها بسيطه ومتوفره، الطريقه ديالها سهله، ماشي معقده. وما تنسايش اللي عجباتك جربتيها وعجباتك تخليها في كومونتير كيف جاتك. ولا كنتي اول مره كتشاهدي القناه قول مرحبا بك. ما تنساش تضغطي على الزر الاحمر وتفعلي الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد. وفضلا منكم وليس امرا تبارطاجيو لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء باش هكا القناه ديالنا تزيد تكبر ان شاء الله. نقول لكم تلاقاو فيديو غادي نفتح معكم وحيده باش تشوفوا. واخا راه باقا سخونه، انا ما تسنيتش عليها تتبرد، يعني نتوما تسناو عليها حتى تبرد تماما، ولكن انا بحكم التصوير خصني نسد معكم لا فيديو. انا غادي نوريوها لكم وهي واخا سخونه ماشي مشكل. فوالا كيف كتجي زوينه بزاف، خفيفه ومعلكه، وبداك المذاق ديال الشكلاط وديك القهوه كتجي زوينه بزاف. نتمنى انكم فعلا تجربوها لانها كتستحق التجربه. ونخليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.